السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعلمكم طريقة عمل حنة الأظافر. هو زي مانيكير كده. ده ما بينقضش الوضوء وكويس جدا وبيبقى شكله حلو قوي، وهو بيبقى لونه اسود ورخيص خالص ومش مكلف خالص. اول حاجة بنجيب علبة فاضية نعجن فيها، وبنجيب زي فرشة عشان نعمله زي مانيكير، يعني نحاول على قد ما نقدر نعمله كده. انا كنت حاطة في ايدي، بس هو كل ما الضفر يطول كل ما اللون يروح. فانتوا انا دلوقتي هعيد عليه تاني فهوريكوا ازاي. ده كيس حنة اسمه جلوري، حلو قوي. حنة بتقولوا عايزة حنة سودا، مسحوق حنة سودا هنا. وده بيبقى ب10 جنيه تقريبا، وانا كنت جايباه من فترة وعملت بيه ضوافري. وهعمل يعني بتجيبيه وتفتحي حتة صغيرة كده وتستعملي منه اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت عايزاها. انا مش هاخد كتير. وبتدخليه تاني وبتشيليه في مكان بعيد عن مية او اي حاجة. بوقفه كده في الدرج او في اي حتة. وخدت اهو شوية شوية حنة. نحط شوية كمان، دول شوية صغيرين اوي. والكيس بيكفي معاكي كتير خالص. لو انتي عملتيه في الكوافير بيقولك مثلا 10 جنيه حق الكيس نفسه، لكن ده انتي لو جبتي الكيس وفضلتي تعملي منه كذا مرة وبتقعد عني، والحنة بتقعد كتير طبعا في الايد، بتقعد فترة طويلة يعني. انا جبت الحنة اهي، كمية حلوة يعني، مبناخدش كمية كتير. وجبت شوية مية، باخد زي نقط كده، يعني نقطتين مثلا على الكمية دي، نقطتين بالظبط، لان احنا عايزينها زي عجينة مش سايلة، عايزاها حاجة متماسكة يعني، مش حاجة زي ما انتوا شايفين كده. بنفضل نعجن 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 فيها كده. وفي ناس بيحطوها بدل المية دي اكسجين، بس انا بصراحة جربتها قبل كده وحطيتها على ايدي، بس حسيت ان ضوافري وجعتني جدا. فالمية انسب طريقة، ومفيش 5 دقايق بالظبط وبتشيليه. بجيب منديل كده عشان موسخش الدنيا طبعا، وباخد شوية اهي، بقت يعني شايفين سميكة خالص. وبجيب وبمسك بالفرشة وبحط كده على كل ضفر، واحاول على قد ما اقدر ما اجيش ناحية الجلد او اي حاجة، لان هي صعب جدا تطلع، وبتاخد شوية عقبال ما تطلع. تفضلي بقى بليمون زي ما انتوا شايفين كده، حطيت تدعكي بليمون، تدعكي بليمون، تدعكيها بالمية، او تجيبي مبرد الضوافر وتفضلي تدعكي لو فيها اي غلطة. فاحنا بنحاول ايه نتفادى الاخطاء عشان ايه. انا ممكن احط نقطة مية كمان تسيلها لي اكتر شوية، خليها كده شوية سايلة شوية كده. وامسك الضفر
حاولوا على قد ما تقدروا ما تطلعوش بره خالص، زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول، هي الفرشة عاملة زي لكنك بتحطي مانيكير بالظبط، فانتي بتعمليه تقيل عشان ما يسيلش معاكي. يعني بصوا انا لخبطت هنا، فهجيب مثلا حتة المنديل اهي وامسك كده واعملها، اضغط اهو زي ما انتوا شايفين كده. ومفيش 5 دقايق بالظبط بتبتدي تحسوا ان هي نشفت، تحسوها نشفت خالص، تقوموا مسحنها. يعني لونها بصوا، يعني ده ابتدي ينشف شوية، لونها ابتدي يغير كده، يعني ما بتلمعش. وفي بتجيبي خلة ال بتجيبي ممكن خلة السنان، او بتاعة الودان، وتمسكي يعني تمسكيها كده، بتبقى رفيعة، تمسكيها وتحطي في حواجبك بالراحة خالص. في ناس بتحب ترسم بحواجبها في الحنة، فبتحطي بالراحة خالص على قد ما تقدري، لكنك بترسمي بالظبط بالقلم اللي انتي بترسمي بيه. وبرضو بتسيبيها تنشف، بس دي بتسيبيها وقت اطول شوية، يعني بتسيبيها مثلا من نص ساعة لساعة، وبعد كده تغسليها. لكن هنا دي مفيش ربع ساعة بالظبط بيبقى شكلها كده. هحط الايد التانية وارجع لكم اهي. عملت الايد التانية، ابتدت بصوا لونها يفتح، تبقى على بني. يعني بصوا دي فرق بين دي وبين دي. بصوا لسه فيه، يعني لسه بصوا كمية، خدنا كمية صغيرة قوي. انتوا تاخدوا معلقة، معلقة بالظبط من معلقة الشاي، وعليها نقطتين مية، يعني هتكفيكوا زيادة. ودي اللي هي الخلة بتاعة الودان، بتعملوا بيها بقى الحواجب، ترسموا بقى زي ما انتوا عايزين وبس. وده احسن من انتوا تروحوا للكوافير مثلا وتبقى غالية، هيوفر عليكم كتير، او تعملوها في الوقت اللي انتوا عايزينه، مستعجلين اي وقت. اهي ابتدت تنشف، يعني بصوا بحط ايدي عليها اهو ما بتبصمش. بصوا تخلوا بالكم بقى من ايه، مثلا يبقى فيه هنا كده تقعدوا تعملوها قبل ما تطبع، عشان كل ده هيفضل موجود على فكرة. بس وتغسلوها بالمية عادي وبس، بتفضل ثابتة بقى. بتصلوا عادي، ما بتنقضش الوضوء، وتصلوا عادي. وممكن الايام اللي انتوا ما بتصلوش فيها مثلا تنقطوا بمانيكير، تخلوها مثلا نقط فوشيا، تحطوا نقط فوشيا، نقط احمر، وهو المانيكير اسود اصلا، ابيض برضو. اغسلها لكم وارجع تاني. واهو غسلتها، بقت بالمنظر ده كده اهي، ولونها اسود حلو. وغسلت الفرشة. الفرشة دي بتاعت رسم، بتتباع في المكتبات عادي، بتجيبيها وبتعمليها زي لكنها فرشة المانيكير وبس. وغسلتها، بتغسلي الفرشة عادي عشان لما توزيها بعد كده بتغسل بسهولة، وبتنشفيها وتخليها عندك مع كيس الحنة عشان لما تحتاجيهم تاني. وطبعا دي بتاعت الودان، رخيصة خالص، ما بتكلفكمش حاجة، ان انتوا برضو بتعملوا بيها الحواجب، بدل ان انتوا كل شوية تحطوا بقلم قلم الحواجب، لان قلم الحواجب طبعا مع الوقت بيخفف الحاجب، فدوت بدل ما كل شوية تحطوا قلم الحواجب بس. وده شكل ايدي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.